اليوتيوب كيبقى بحر متنوع في كل شيء حسب الاختيار ديالك. يمكن لك تدخل في جميع المحتوى المتنوع في كليك واحد، والتنوع هذا ماشي مقتصر على المحتوى لحاله، وانما حتى على الصناع. كتلقى طفل كيلعب العاب، شباب كيديروا فلوغات، نساء في مقتبس لا عمر خنزت الريحه ومقيحه الرجلين وحاضر، وشابات كي حبس سنة 2012 قبل 11 سنة بدأت قناة باسم بلازما ماستر دون. رجل كيبان عليه ظريف عفوي، كان كيفتح الكاميرا ويبدا يغني للمتابعين ديالو. المحتوى كتحس به ماشي كان كيقدمو باش يدير البوز اولا باش يجمع الفلوس، بينما في السنين الاولى كان المحتوى ديالو مرة طايح له التفاعل كيما انا مرة طايح لي التفاعل. انا تايق فيكم وما غاديش تحاشموني، ما فيها بس الا كان المحتوى ديالي كيعجبك راه الاشتراك فابور وما غادي يدي منك والو. ما عجبكش المحتوى انت كتبقى حر. الا كنتي اول مرة كتشوف لاشين ديالي ما تنساش تشارك معايا في القناة وتفعل زر الجرس، وبغيت هذا الفيديو يضرب اكبر عدد ديال لي لايك الا قدرتو. أغلبية المقاطع ديال خونا ما كانوش كيضربوا المشاهدات بزاف، لكنه مع ذلك كان ينشر بشكل مستمر، يعني ماشي غرض يدير البوز يكسب الشهرة. المحتوى كان الهدف ديالو شيء واحد، هو أنه ينشر البسمة ما بين الناس. بلازما ماستر دون كان إنسان خلوق مثل أي إنسان محبوب في يوتيوب، كان مهتم بزاف المتابعين ديالو وكان كيبغيهم بزاف. توصلت معاه أنه يحط فيديوهات ديال المشتركين ديالو جداد ويرحب بهم واحد بواحد، هادشي كامل باش يوصل للامتنان ديالو للشكر والدعم اللي كانوا داعمينه المتابعين ديالو. في بعض الفيديوهات كان كيطلب من المتابعين ديالو يبعثوا له اسماء ديالهم والعناوين ديالهم على قبل باش يصيفط لهم التوقيع ديالو مع الصور ديالو زعما. Here's what you gotta do. Just leave your name and full address in a private message to me here on YouTube and I'll mail you one. وصلت العلاقه ببلازما والمتابعين ديالو الى درجه انه بدا كيدخلهم مكالمات سكايب غير باش يغني لهم. Alex, my friend from the UK, he's okay. Talk to him on Skype almost every day. كان كيذكر اغالب ديال المقاطع ديالو على انه يواجه مرض دائم كيتسبب دخول ديال المستشفى، وكان واضح ليه المرض بمجرد رؤيه الشكل ديالو. كما كتشوفوا غادي نلاحظوا التجاعيد ديالو من النهار الاول اللي كان كيبوستي الفيديوهات ديالو مع الفيديوهات ديال دابا كتلاحظوا ان المرض اثر عليه. اغلب المشاهدين كانوا كيشوفوه كانه شدهم الحنين، باغي يشوف البسمه ديال الاحفاد ديالو. تقدر تشوف الكميه ديال التعليقات اللي كانت كتجي في كل فيديو، بحال هاد المعجبه اللي كانت كتقول له انا ما عنديش مع الدراما لكن مستعد انني نعطي حياتي كامله لحمايه هذا السيد. تعليق اخر: احب هذا الشخص في مره، رجاء احموه. بلازما ماستر دون كانت القناه ديالو كترجعك الايام ديال ملي كان اليوتيوب بسيط، اللي كانوا الناس كيشدوا الكاميرا ديال الجوال وبداو التسجيل بدون اي ايديتينغ او مونتاج. Yeah, he's my baby. A big baby, but he's a baby. 2019 التفاعل في القناة كان منعدم، لكن مع بداية الوباء والحجر الصحي العالم أصبح لحاجة إلى جرعة من الإيجابية، والجميع ولا يمشي يتفرج في بلازما ماستر دون بعد ما بدأت خوارزميات ديال اليوتيوب تشتغل لمصلحة القناة ديالو. وهنا بدأت التعليقات الإيجابية من طرف جميع المتابعين. إذا ما اندرج في كتب التاريخ كأكثر شخص تسبب في بقاء الناس في الحجر الصحي، فأنا أقسم أني هذا ألطف شخص شفته في اليوتيوب، وهذا ما يجعلك ترغب في التعرف عليه كشخص. أنت الشخص الوحيد اللي جعل من سنة 2020 سنة سعيدة وإيجابية. وهكذا ولا بلازما ماستر واحد من أكبر الناس المحبوبة في اليوتيوب، إلا وفجأة منشورت بوست على ريديت كان كالصاعقة، قلب كل التوقعات وحول الصديق البارحة إلى عدو اليوم. ترجمة المنشور كانت: بلازما ماستر دون الشيب اللطيف المعروف بأغانيه تم التسجيل ديالو مؤخرا كمجرم متحرش مع جوج ديال التصاور، وحده كانت ديجا مليوحة في القناة ديالو، والثانية اللي كتخص سجلات المرتكبين الجرائم الجنسية. وفي صورة كيبان لنا واحد الشخص اللي مألوف واللي هو دانزل إدوارد أونز. من الصدمة المتابعين بداو كيحاولوا يقنعوا راسهم أنه هذا اللي سجلته الشرطة كأنه متحرش جنسي، ماشي هو بلازما ماستر دون اللي قلنا كنعرفوه بالطيب وبهذا القلب ديالو، وإنما غير مجرد شبيه ديالو. وإلا جيتي تشوف المعلومات اللي كاين في السجل وركزتي على التاريخ الميلاد اللي هو 1947 شهر 10 في اليوم التاسع، غادي تكتشف أن هذا التاريخ هو نفس التاريخ اللي موجود في الوصف ديال القناة ديالو. في السجل ذكرت المواصفات ديال السيارة ديالو بداية من السمية ديالها واللون ديالها والموديل ديالها، كانت هي نفس السيارة اللي بوستا بلازما في القناة ديالو. الموضوع من الأول لا يحتاج إلى تحريات شاملة، مع هذا اللبس والنظارات اللي كان باين فيهم في الفيديو راه هي تكفي وتوفي بأن دونزل إدوارد أو المجرم الجنسي هو نفسه اللي كان حبيبنا على اليوتيوب. الرجوع للجريمة اللي ارتكبها كانت باسم فرض الجنسي، بمعنى أنه حط يده على شخص وبالغصب. كانت الضحية طفل صغير وغالبا واحد من المتابعين ديالو. دونزل اللي تشبر نهار واحد وحكموا عليه بغرامة 200
$1000 تسجل كمجرم جنسي، وهذه فضيحة من الحكومة نشروها في العلن بهدف حماية المجتمع من المتحرشين. أكبر غبنة في هذا الموضوع كامل هي دانزل اللي ارتكب هذه الجريمة هذه ماشي في الشباب ديالو أو لا في المرحلة ديال المراهقة، ولكن إنما في سنة 2019 اللي بدا كيتشهر فيها كأنه الجد لطيف اللي كيبغيوه كل الناس. بالرجوع إلى الموضوع اللي قبل، بعد ما نزلت هاد الفضيحة الناس بدات كتسائل في قضية تقارب بلازما ماستردون أو لا دانزل للمتابعين والمحبة الزايدة ديالهم فيه. الموضوع أصبح مريب ومشكوك فيه. بعد ما عرفنا الحقيقة ديالو بدات كتغير توقعاتنا فيه. الموضوع اللي خوفنا انه كان كيطلب العناوين ديال المتابعين ديالو لاجل ارسال توقيعات، فهل كان بالفعل كيطلب العناوين غير باش يوقع لهم؟ واي حاجه دارها في القناه ديالو انقلبت ضده. اغاني الاطفال، علاش رجل كبير وشارف كيغني اغاني اطفال كيطلب من المتابعين ديالو يدخلوا معاه في مكالمات سكايب باش يغني لهم اولا باش صوره بلازما ماستردون اولا دانزل دمرت تشوهت بالكامل. حقيقه انني كنت واحده من اكثر الداعمات له، تجعلني اقشعر بعد اللي عرفت عليه. انت حرفيا عالجت حزني، شكرا جزيلا. التعديل، حزني رجع يمكن اكثر من الاول. بعد ما كان من اكثر الناس المحبوبه اصبح الان اكثرهم كرها. تعليقات زوينه في حقه اختفت، دابا غادي تلقى غير التعليقات السيئه اللي عامره بالحقد والكراهيه. واللي زاد الطين بله ان بعد هذه الفضيحه ظهر الشخص الثاني انه كان كيدعي كان على تواصل مع دانزل في سكايب، وادعى عاوتاني انه بدا كيطلب منه يدير شي حوايج غير لائقه مقابل مبلغ مادي. المدعي ذكر انه طلب منه الفلوس قبل، بعد ما حول دانزل المبلغ نصب عليه هذا المدعي. اصبح دانزل هو الضحيه الحقيقيه هنايا. تا واحد ما عرف باللي هذا الكلام اللي قال هذا المدعي حقيقه ولا مكذوب. بعد الفضيحه ب5 ايام دانزل نشر واحد الفيديو كتب في المقدمه ديالو غير باش نخبركم باللي صحتي خربت صوتي، لذلك غادي ندير شي فيديوهات زايده وممكن غادي نحذف القناه من بعد. ولكن دانزل ما حذفش القناه، ولكن كان كيحذف التعاليق اللي ما كانتش كتعجبو والتعليقات المسيئه اللي كانت كتكلم على الجريمه ديالو، ومشى اكتيف هذيك الهده اللي كتشد تعاليق في يوتيوب. لكن فجاه بعد مرور ايام دانزل رخى على ديك التعاليق باش تبان للناس في يوتيوب، وبدات الفيديوهات ديال مليئه بالانتقادات والحقد. القناه ولات هادئه بشكل غريب وما كاين حتى شي واحد اللي بدا يبوستي فيها. الناس بدات كتقول انه تقبل الحقيقه ديالو وانعزل اليوتيوب بشكل نهائي، لكن الموضوع ما كانش هيدا، لان اتضح من بعد باللي دانزل توفى مباشره من بعد الفضائح اللي نزلت عليه باسابيع محدوده. صراحه القصه كتزعل حيت سالت هنا، وفي الاول كان متعود يشوف القناه فيها تعاليق زوينه من عند المتابعين وايجابيه، واللي في ظرف قصير تحولت الى تعاليق مليئه بالحقد والكراهيه. بين في نهار وليله الناس كانت كتحماق تفرج فيه قدامه، ولات دابا حاقده عليه. اي واحد في المحل ديالو قد يتعصب وينفجر وممكن ينعزل ويكتئب، ولكن دانزل ماشي غير اكتئب، مورا المشاكل الصحيه اللي كان كيواجهها قبل تاثر بقوه في كره المتابعين ديالو اللي كانوا ضده، وتزعزعت الصحه ديالو باكملها بما تسبب في النهايه بالرحيل ديالو. واللي زعلني في واحد الناحيه انه حتى لما كانش يمات غادي يترك القناه ديالو بسبب المرض او بسبب فقدان الصوت اللي مشى بالمرض ديالو. بلازما ماستردون دار جريمه وانتشرت ودمرت السمعه ديالو وادت له الى صدمه اللي تسببت في الموت ديالو كعقاب له. في النهايه كنا كنرتكبوا اخطاء وكنديروا شي امور اللي كندموا عليها بزاف من بعد، واللي ما تعاقبناش هنا في هذه الحياه غادي نتعاقبوا عليها من بعد في الاخره. اذا كانت عجبتكم هذه النوعيه من القصص شوفوا هذا الفيديو غادي يعجبكم. سلام.